زيارة المفتش العام للقوات الملكية المغربية اللي هو الجنرال فاروق بالخير. الجنرال فاروق بالخير مثل ما شفتوا في الصورة قام بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذه الزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالأمس جاءت بعد زيارته إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، إلى ما يسمى بدولة الكيان الصهيوني. قبل شهر مثل ما تابعتوا المعلومات المسربة، أنا وصلتني اليوم معلومات من ضابط مغربي. الضابط المغربي اللي اتصل بي الصباح قال لي يا بن زديرة عندي زميل في الخدمة سابق، لأنه هذا الضابط هذا خرج تقاعد والآن يتواصل معايا مرة على مرة يعطيني معلومات. قال لي يا بن زديرة عندي زميل مغربي كان ضمن الوفد الذي رافق الجنرال بالخير إلى أمريكا. قال لي نعطيك معلومة سرية للغاية. قلت له ما هي؟ قال لي أنه الجنرال بالخير والوفد المرافق له قال لي في إطار سري للغاية، قال لي تم الاتفاق مع الأمريكان على الشروع في دراسة مشروع نووي تشرف عليه المخابر الصهيونية، ولكن أمريكا توافق عليه، لأنه مستحيل أنه الكيان الصهيوني يساعد المغرب في صناعة نووية في المغرب بدون موافقة أمريكا، لأنه التكنولوجيا وحتى يعني الأقمار الصناعية تراقب، لأن المغرب تحت مراقبة أمريكا وأقرب إلى أمريكا بيناتهم المحيط. وطبعا لاعتبارات كثيرة أمريكا إذا لم يتم إعلامها بالمخطط قد تعارض في أي لحظة. إذن زيارة القائد المغربي إلى الكيان الصهيوني تل أبيب كان من أجل هذا الموضوع. طبعا هي في إطار تعاون وتنسيق أمني واستخباراتي وعسكري وطائرات بدون طيار إسرائيلية وأمور، لكن الموضوع الأساسي وهو القنبلة النووية، لأنه المغرب يعرف أنه بعد 40 سنة من التسلح لن يصل إلى نسبة تسلح الجيش الجزائري، مستحيل. أفهموا مليح؟ المغرب القوة العسكرية، الترسانة الحربية العسكرية للجيش المغربي، ولو يسلح نفسه يوميا وسنويا لمدة 40 سنة لن يصل إلى الترسانة الحربية الجزائرية. أوكي؟ يعني لو كان الجزائر تتوقف خلاص ما نزيدو نشرو حتى رصاصة ما نشروهاش، حبسوا. والمغرب 40 سنة هو يسلح، 40 سنة هو يجري، لن يصل إلى ترسانة الجزائر في 2022. يعني في 2062 الجيش المغربي لن يصبح مثل الجيش الجزائري في 2022 عسكريا. على هذا الأساس للخبراء الإسرائيليين الصهاينة نصحوا المغرب بالتوجه إلى السلاح النووي اللي هو طبعا الفاصل في أي حرب. إذن قال لهم نساعدكم في صناعة نووية في المغرب تهدد الأمن القومي الجزائري. الجزائر تملك أسلحة، صواريخ، طائرات، كذا، مادام عندكم السلاح النووي عبز تحرقوا الجزائر كامل. طبعا هما القصد أنه حرب نفسية وحرب إعلامية. إذن المفاوضات المغربية الإسرائيلية التي حدثت قبل أشهر أو قبل شهر توجت أمس في أمريكا بموافقة أمريكية. المعلومة هذه طبعا حسب ما قال لي الضابط هذه سيتم تداولها في الأيام والأسابيع القادمة، لكن قال لي هذه معلومة سرية وحدثت بالأمس، أن القوات الأمريكية أو الإدارة الأمريكية وافقت على
نقل التكنولوجيا الإسرائيلية والأمريكية إلى المغرب، والشروع في صناعة نووية. وتم اختيار المنطقة هي القاعدة الجوية التي تستولي عليها القوات الصهيونية في المغرب، والتي تم تدشينها قبل أشهر من قبل قائد القوات الصهيونية لما زار المغرب. القاعدة الجوية قال لي هي رايحين يختاروا اللي هي جاية في وسط المغرب، القاعدة الجوية أكبر قاعدة جوية مغربية. قال لي هناك سيكون يعني مركز تجارب ومخبر التجارب النووية اللي منه رايحة تكون نقل التكنولوجيا الصهيونية اللي هي مفاعل ديمونة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ينقلوها إلى المغرب. إذن نخبروا المغاربة أنه طبعا تحركاتهم معروفة، ونقول لهم أنه الآن مادام أمريكا والكيان الصهيوني ماشيين في هذا الاتجاه، وهو دفع النظام المغربي الجبان إلى مسلك طريق الاستفزاز والحرب النووية، من حقنا في الجزائر مباشرة بعد انضمامنا إلى مجموعة البريكس اللي تصبح البريكسا، من حق الجزائر أن تدخل هذا المجال. ونبشر المغاربة أنه ابتداء من جونفي 2023 الجزائر ستخوض تجربة السلاح النووي وطز في الجميع. الجزائر ستصبح عضو مع روسيا النووية، مع الصين النووية، مع الهند النووية، مع البرازيل النووية، مع جنوب إفريقيا النووية. والجزائر ستصبح دولة نووية ما دام نظام المغرب الجبان يستعين بالصهاينة والأمريكان لصناعة نووية. قاعد احنا فارغين شغل، تحوسوا على سلاح نووي، نحن أولى ونملك إمكانيات لخوض هذه التجربة والدخول في هذه الصناعة وهذا المسلك. نعم نملك دراهم كاينين، خبراء كاينين، الإمكانيات البشرية والمادية والمعنوية وكل شيء متوفرة، وبالخصوص الإرادة. نملك من الإرادة ما يجعلنا دولة نووية في أقرب الأجل. إذن هذه المعلومة ليكن في علم الشعب الجزائري والشعب المغربي على السواء، أن نظام المغرب الجبان يجر المنطقة إلى الهاوية. إذا كانوا دايرين في بالهم باللي يستعينوا بالكيان الصهيوني وبأمريكا لخوض تجربة نووية والجزائر تبقى تتفرج، ونبقاو نقول لهم لا ونندد وكذا، لا نندد ولا نزعفوا ولا نتقلقوا. لقاها راكب فوق كما يقولوا فوق القصبة، قالوا مبروك عليك العود. نفس الشيء احنا حابين نديروا النووي، مبروك عليكم. ولا تحبوا نساعدوكم كما بأي حاجة، بالا ولا فاس ولا برويطة، نساعدوكم ما كاش مشكل. ولكن الآن لدينا الحجة ولدينا المبرر لاتخاذ هذا القرار وسلوك هذا المسلك اللي هو الدفاع عن النفس، دفاعا عن أرضنا وعرضنا وشرفنا وكرامتنا. سنخوض تجربة السلاح النووي، نعم، ابتداء من جونفي 2023. هذه الطريق اللي رايحين ناخذوها. اوكي، هاي كل واحد يسوق موطو كما يقولوا.